وهذه كيكة السنيكرز جبتها لكم بطريقة سهلة وبسيطة وأحلى حتى من متاع المحلات. بدينا بأربع صفار بيض وتلت كوب دقيق ونص كوب نشا ونص كوب سكر واتنين ملاعق كبار زيت وملعقة ونص مية سخونة وكشيك كاكاو زي توا هيك طلعت معي بعد ما ضربتهم. هذا بياض البيض، نحط سكر وبنضيف السكر بشوية وبعدين ناخد من بياض البيض بالشكل هذا نحط على عجينتي لين تخف، وبعدين العجينة كلها نرد ونحرك بالشكل هذا بحيث ما نطلعوش الهوالي في العجينة مستحقين لها. نحطها في الفرن على درجة 170 لمدة نص ساعة. أهم شيء بعد ما نطلعها من الفرن نقلبها بالشكل هذا نخليها تبرد على راحتها. شوفوا ما شاء الله القوام كيف طلعت معي فنجية تبارك الله. بعد ما قصيتها على زوز خديتها رديتها للتبريد تقعد فترة في التبريد، بعدين نطلعها مرة تانية. هنا بديت نخدم في الحشوة متاعي اللي هي كراميل، حتى الواتي من المحل ما فيش مشكلة، كراميل والفول السوداني او الكاكاوية. وطبعا الشربات انا استعملت كاكاو وحليب وشوية نسكافيه. للمبتدئين طبعا كل مرحلة لازم تخدمها وتردها التبريد، انا خدمت دركت ورا بعضها. وبعد ما مسكنا الطورطة متاعنا او الكيكة متاعنا بالشكل هذا، طبعا انا هنا استعملت الشوكولاتة والحليب والكاكاوية لتلبيسة الكيكة. شوفوا بسم الله ما شاء الله كيف طلعت معاي. انا زينت بالطريقة هذه وانتم تقدروا تزينوا باي طريقة تعجبكم.